قدام الشاشة ذيك اللي هناك، هذيك الشاشة تستخدم حينا للخير وما أحسن منها، وإذا استخدمتها للشر ما أشر منها. التلفزيون ينفق مليار على أفلام في السنة، هذا يدل على أنها المدرسة الثانية اللي هي مدرسة قتل الهمم وإضعاف القيم وإيقاع البشرية كلها في داء النفوس وداء الأمراض. الآن موجودة لغة التلفزيون، لغة العواطف، هذه الموجودة في السوق وفي الحياة وفي عيالنا وأبنائنا، والجيل ذي سيأتي أشد وأشد. وحتى أطفالنا الصغار ابتلينا نحن وإياهم وإياكم الآن بالأفلام الكرتونية، حتى كرتنا وكبرنا كراتين معلبة كما تشوفونها. استخدام الأطفال دون العامين ونصف للشاشات التفاعلية قد يضعف نمو مهاراتهم بسبب أنها تحل محل ممارستهم للأنشطة المهمة للتطوير الحسي والبصري والمهارات الحركية، واللي هي مهمة لتعلم وتطبيق الرياضيات والعلوم. ناس ما يذكرون الله، ناس تمر عليهم الليل والنهار وهم في بيوتهم كلها أصوات متنوعة، ما بين أغاني، ما بين ألاعيب، ما بين قاذورات، ما بين أوساخ، ما بين غفلة، ما بين شؤون ما تعود عليهم بعايد. نساءنا مظلومات، بناتنا مظلومات ليل ونهار وهم خلف هذا الصنم. وعاد الأيام كلها العالم مشاكل، كل العالم بلاء، كل ما نظرت إلى شيء شوش عليك. وجاء جيل مشوش، لا عاد يحضر في صلاة، ولا عاد يحضر في ذكر، ولا عاد يحضر في أوراد، ولا عاد يشعر باللذة المعنوية، ولا عاد يشعر بالراحة الربانية. كان السلف الصالح ما عندهم انترنت كما تسمونها، ولا عندهم ما ادري يسموه الفيسبوك من اللي يسموها هذه الآن اللي كثرت في البيوت، كلكم تتفرجون لها ليل ونهار. لو سألت واحد من شيخك، شيخ الانترنت. من مربيك، مربي التلفاز. لم يعد هناك أب وأم يربيان ويتواصلان، فقد تم استبدالهما. هذه الشاشة وهذا العقل، إذا استخدمته للخير ما أحسن منه، وإذا استخدمته للشر ما شر منه. وهذا القلب، إذا استخدمته للخير ما أحسن منه، وإذا استخدمته للشر ما أشر منه. وهكذا حتى ترجع إلى يدك وإلى لسانك وإلى نظرك وإلى أذنك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.